انا اللي خدت عجينه الكريب حولتها لعجينه بيتزا، ازاي ما اعرفش. جم يعملوا كريب، قلت لهم يا جماعه انا ما عنديش بتاع يتعمل فيها كريب. قالوا طب الكميه كبيره، قلت لهم خلاص سيبوها لي بقى. رحت فرشت على الترابيزه، ورحت جايبه الخليط ده، رحت حاطه 2 بيكنج باودر، وقعدت كل شويه ازود دقيق بدقيق لحد ما لقيت العجينه تقلت شويه، اتقل من الكيكه بحاجه بسيطه، عشان انا قررت اعملها بيتزا سايله. ازاي؟ رحت بقى لما لقيتها تقلت شويه، رحت جايبه الصينيتين وفتحت الفرن على درجه 200، درجه حراره 200، وجبت الصينيتين حطيت فيها شويه زيت، ورحت حاطه في كل صينيه من حوالي من كبشتين لتلاتة الخليط بتاع البيتزا. ليه؟ عشان انا عايزاها رقيقه مش عايزاها تخينه. رحت حطاهم ودخلتهم في الفرن من حوالي من 15 دقيقه ل 20 دقيقه، ليه نص سوا. رحت مطلعاهم وقعدت اخرم فين في الصينيه الاولى. انا لسه هقولكم انا عملتها ايه. رحت مخرمه الصينيه الاولى زي ما انتم شايفين، ورحت بعد كده حاطه الكاتشب عليها، عشان انا ملحقتش اعمل اللي بنحطه على فوق ده. ما لحقتش اعمله بصراحه، اعمل اللي هي الصلصه بتاعت البيتزا، قلت احط كاتشب بسرعه يعني الوقت كان ضيق. كنت انا رحت مدخلاها الفرن 5 دقايق ورحت مطلعها. كنت انا مجهزه التوبنج بقى اللي بتحط على الوش، خيار وطماطم زي ما انتم شايفين. في ناس بتحط فلفل حلقات، قصدي زيتون حلقات، سوري. ورحت بقى حاجه اعمل اول واحده ميكس جبن. كان عندي جبنه ابو الولد، قطعتها وحطيتها على الوش. كان عندي لانشون، رحت مقطعه وحطها على الوش. كان عندي جبنه فلامنكا، قطعتها وحطيتها على الوش، ودخلتها الفرن 5 دقايق. رحت بعد كده مطلعاها وحاطه على وشها جبنه موتزاريلا. يبقى انا عندي هنا حطيت جبنه ابو الولد، وحطيت لانشون جبنه فلامنك. وبعد كده رحت حاطه على الوش جبنه موتزاريلا زي ما انتم شايفين، غطيتها بقى. رحت بقى جايبه الصينيه التانية، قعدت برضو بالتالي خرم فيها عشان هي مستويه نص سوا كده. ورحت حاطه الكاتشب بتاعي، عشان قلت لكم ملحقتش اعمل الصلصه بتاعه البيتزا اللي اتحط على الوش. حطيت كاتشب ودهنت بيه، ورحت مجهزه التوبنج اللي هو برضو الطماطم والفلفل. ما حطيتش الزيتون عشان اللي عندي ما بيحبوش زيتون. وكنت انا بقى مجهزه الشاورما الفراخ بتاعتي، ورحت حطها على الوش، وسبتهم في الفرن حوالي 10 دقايق. وبعد كده طلعتها ورحت حاطه على وشها الموتزاريلا بقى، ودخلتهم الفرن لحد ما الموتزاريلا ساحت. طبعا كانت الميكس الجبن استوت، رحت مطلعاها. تعالوا بقى نشوفها. تحفه. عايزه اقول لكم، انا من كتر ما هي رقيقه كانت وانا بقطعها، كانت يعني مش عارفه اطلعها احطها في طبق، بقت بتقع من كتر ما هي سايبه، مش جامده. بس كانت تحفه. عايزه اقول لكم ان ميكس الجبن هي اللي خلصت. يعني بص لما جيت اطلعها اتقطعت مني لانها كانت رقيقه قوي وحلوه. انا عايز اقول لكم ان هم كانوا ميكس الجبن خلصت كلها. تعالوا بقى نروح نشوف بعد ما اكلت دي. طبعا طعمها كان جميل، انا مش من هواة ميكس الجبن بس عجبتني قوي. جبت بقى الشاورما الفراخ، كانت استوت، طعمها طلقه، بس الميكس الجبن كانت اجمل بصراحه. قطعتها، وبعد كده بعد ما لقيتها استوت سوري، بعد ما قطعتها حطيتها في طبق ولقيت طعمها تحفه. هتلاقوني بقطعها بالسكينه، مش ناشفه، لا رقيقه جدا، والعجينه بتاعتها طعمها حلو. ظبطت الملح اللي فيها فكانت طعمها تحفه جدا. انا عايز اقولك ان ميكس الجبن اللي تاكل الكلاوي دي ما بقاش منها الا مثلثتين بس. فبألف هنا يا جماعه، جربوها وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بألف هنا، ما تنسوش تشتركوا في القناه. اشتراككم بيخليني يحفزني ان انا اعمل حاجات جديده. بألف هنا.